إحساس عدم الراحة والثبات في مفصل الكتف، وكمان الألم اللي ممكن يزيد بدون مبرر. يعني عملت حاجة بسيطة بس مقابلها ألم كبير وبعد كده ممكن يختفي تماما. العلامات دي أخد بالي منها لو اتكررت ولا أتجاهلها، خصوصا إن هي بتختفي؟ الحقيقة إن دي ممكن تبقى بوادر مشكلة التمزق الجزئي في وتر السوبراسباينيتس اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. مشكلة السوبراسباينيتس إن الوجع وحده مش كفاية، ده ليه أنماط وأشكال مختلفة من الوجع وتختلف من مريض للتاني. لذلك في شوية علامات لو اخدت بالك منهم ممكن باذن الله تمنع تحويل مشكلتك من التآكل الى التمزق الجزئي. اول علامه معانا الم عند رفع الذراع عند المدى الحركي من 90 ل 120، ده احنا بنسميه البينفول ارش. لو في اي الم يبقى ده معناه ضعف في الياف الوتر. علامه رقم 2 صعوبه رفع اي وزن في نفس المدى الحركي اللي هو 90 الى 120. علامه رقم 3 ان الالم يزيد بالليل خصوصا لو نمت على كتفك الوجع. العلامه رقم 4 ان الالم ممكن يبقى من الكتف لحد منتصف الذراع. والعلامه رقم 5 ليها علاقه شويه بميكانيكا حركه الوتر نفسه. الوتر زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات بيجي من الخلف الى الامام عبر ممر ضيق جدا وبيمر على راس عظمه الذراع. ربنا جعل هذا الممر عشان الوتر يتزحلق عليه بسهوله ويسرع، علشان عمليه رفع وخفض الذراع تكون بسهوله. لما يحصل مشكله في الوتر كانه بيقفز على هذا الممر مش بيتزحلق. لذلك لو سمعت صوت كليك او حسيت بالكليك ده لمجرد الرفع او الخفض فده معناه ان ممكن يبقى عندك مشكله قد تؤول الى التمزق الجزئي. الابحاث بتقول ان 40% من الناس بيحصل عندهم بعض او كل هذه العلامات، ومع ذلك مش بياخدوا بالهم انهم يتجهوا ناحيه حل المشكله، لان الناس متعوده ان انا لازم اتألم ولازم دراعي يقف ويعطل علشان اروح ابدا احل المشكله. المشكله مش في الالم، المشكله كمان ان يحصل فقدان في التناسق بين عضله السوبراسباينيتس وبين عضله ثانيه اسمها الدلتويد. عمليه رفع الذراع مش بتتم بعضله واحده من الصفر الى ال 180، بتتم باكتر من عضله. من اهم العضلات المتناسقه بين بعضها السوبراسباينيتس والدلتويد عضله بتسلم عضله. لو حصل مشكله في التناسق بينهم وبين بعض بيبدا الحمل كله يروح على مين؟ يبدا الحمل كله يروح على الوتر اللي هو اساسا فيه المشكله، فتبدا المشكله تتحول من التآكل الى التمزق الجزئي. لذلك لو حسيت باي مشكله او حسيت باي احساس غير مريح او غير طبيعي او حسيت باي الم لازم تتحرك فورا، لان التشخيص الصحيح في الوقت الصحيح بيمنع 70% من اجمالي اصابات التمزقات الجزئيه اللي بتحصل عند الناس. لحضرتك هنا السؤال بيجي، هل التمزق الجزئي ممكن يبقى تمزق كلي؟ ده اللي احنا هنجاوب عليه ان شاء الله خلال الفيديو اللي جاي.